السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على رأي معلقنا الكبير محمود بكر، عدالة السماء تنزل على استاد القاهرة أمام 80 ألف متفرج. للأسف عدالة السماء المرة دي كانت ضد الأهلي، ويستحق فعلا الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولكن مش الأهلي هو اللي يستحق، كولر اللي يستحق، لأن كولر مكمل للأسف في نفس الدوامة اللي هو فيها، الخوف والرعب واللعب بطريقة غريبة جدا ومصر عليها حتى مع كل الانتقادات اللي هي تقريبا بشبه 100%. الناس بتكلموا دايما عن التغييرات الغير مبكرة، وبيتكلموا كمان على التشكيل المناسب في ملعبك. انت بتلعب قدام 80 ألف متفرج ونازل تدافع ازاي؟ مش فاهم. ممكن يعني تحافظ شوية على خط دفاعك، ما تلعبش هجوم كاسح، لكن مش معنى كده تبقى انت متأخر وكل كرة تسلمها لفرقة صن داونز. انت تقريبا بتلعب على المرتدات، وكمان مش حاطط ناس في المرتدات صح. ربنا كرمك وطاهر محمد طاهر كالعادة انقذك وجاب جون جميل جدا، جون عالمي بصراحة، يعني بأسست من امام عاشور. تقوم مغير الاتنين اللي اصلا هم السبب في فوزك في الشوط الاول، تغير امام وتغير طاهر. طب غيرهم بحاجة مفيدة، يعني انت عايز ايه؟ ماشي، نزلت بن شرقي مكان طاهر، خلاص ماشي، مع ان انا شايف ان بن شرقي كان ينزل وطاهر موجود، لان طاهر الحتة البدنية عنده بتخليه يقدر تعتمد عليه، ويقدر كمان في الالتحامات يقدر يستحوذ على الكرات. وكمان خرجت امام، طب نزلت مين مكانه يقدر مع الخبرة وما عندكش غير احمد رضا، ومنزل اكرم اللي ما بيعرفش يستحوذ على كورة، هو بياخد الكورة وشكرا، عايز يجري بيها وخلاص على كده، او يشوط او يدافع، لكن هو مش بصير ومش لعيب بيقدر ينقل نص ملعبك او ينقل فرقتك لنص ملعب المنافس. فين قفشه؟ جاي تنزله بعد ما الكارثه حصلت في الدقيقه 90، تنزله تعمل بيه ايه؟ هو نفسيا عمره ما يقدر يعمل لك حاجه. يعني انا متاكد ان قفشه نازل وتقضيه واجب، هو مش عايز يعترض. يعني هو لو في نادي تاني غير الاهلي هو هيرفض النزول او هيعترض. بالشكل اللي انت بتعمل فيه قفشه ده حاجه مش طبيعيه. انت المفروض اصلا محتاجه في منتوشه زي دي يستحوذ، عشان نص ملعبك اللي انت سايبه لصن داونز طول المباراه حاجه فضيحه. كولر ده بني ادم فعلا افلس، ما يعني وقف على السنتين اللي فاتوا اللي عمل فيهم شغل، وده تقريبا برضو كان جزء كبير جدا من خوف الفرق الاخرى من الاهلي، وكمان تفاهم وانسجام وتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى مع لعيبه الاهلي واداره الاهلي، ان احنا نحصل على بطولتين افريقيتين، وطبعا صعدنا لكاس العالم. برضو ما اقدرش اقول ان كولر ما عندوش اي حاجه قدمها للنادي الاهلي، هو قدم خلاص، بس خلاص مش هنقدر ناخد منه اكتر من اللي هو اداهولنا. مش عارف ليه اداره الاهلي لازم تستنى للحظات الكارثيه، لازم يحصل دروب جامد قوي عشان تبتدي تغير. طب ما هو اصلا انت قدامك باين المردود، والا ايه الفرق بينك وبين المشجع؟ المشجع شايف اكتر منك من بدري، ماشي، الجماهير كلها مش عايزه كولر يكمل، وانت كاداره بتكمل. طب ما اصلا الجماهير اللي انت لو عامل حسابها، ماشي، الجماهير نفسها مش عايزاه يكمل، يعني هتبقى مسانده ليك في القرار لو انت خدته من بدري، من ساعه ما حصل ماتش الزمالك الاولاني وفي الدور الاول، والمفروض ان هو كان في جرس انذار، وكمان ماتش باتشوكا، الاتنين كانوا بيقولوا ان في حاجه غلط في كولر، ما بيعرفش يقرا الجيم، تغييراته مش منطقيه، في عند معاه مع بعض اللعيبه، دمر لعيبه وخلاها تخرج بره الاهلي. يعني حاجه مش طبيعيه خالص. يعني اتمنى ان القرار يطلع بسرعه باقاله كولر وتعيين جهاز فني كامل جديد.